بونجور واهلا بكم في اسوأ يوم في حياتي. النهارده عندي ايفنت مهم جدا زي حفلة تكريم وكده، وفيها ترشيحات وانا مرشحة لجايزة. مش عارفة اذا مرشحة لجايزة او جايزتين، المهم يعني ان انا مرشحة. المهم مفروض حاجة زي كده ابقى جاهزة لها طبعا، معنويا وجسديا وكل حاجة. انا اولا نبدأ من البداية خالص. من 4 ايام عملت جلسة ليزر لحواجبي لازالة التاتو بتاع حواجبي، دي كانت الجلسة الخامسة. فانا كنت اساسا كان شبه مش باين خلاص، التاتو كان راح منه 80-90%، وكان فاضل يمكن 15% منه. فكان ممكن اعمل الجلسة الخامسة دي بعد الايفنت بتاعي اللي هو النهاردة ده. مش عارفة ايه اللي خلاني اعمله قبل الايفنت ب3 ايام، هما 3 ايام ونص كده. فاللي هو ايه اللي خلاني اعملها في فترة قصيرة كده؟ قبلها ما كنت اعملها يا قبلها باسبوعين، يا اما اعمله بعد الايفنت. ما كانش هيفرق لان شكلهم كان تحفة، كان تحفة قبل ما اعمل الجلسة. والشعر خلاص كان بقى اسود تاني، وما كانش باين فيه تاتو خالص، وكان شكله تحفة. كان مضايقني بقى شوية تاتو هنا وشوية تاتو هنا، اهو بقى كل شعري بقى ابيض، وبقى عندي جرح هنا وجرح هنا وجرح هنا. مش عارفة الميك اب ايه اللي ممكن اداريه في ايفنت زي ده، وهيكون فيه تصوير وكاميرات جودة عالية وفيديوهات. مش عارفة، يا رب اعرف اعمل ميك اب يداريه نوعا ما. اوكي. تاني حاجة، دميانة اللي يعرفه متابعني عارف ان دميانة بقالها فترة عيانة كده، جالها دور برد من تغيرات الجو والكلام ده. فكنا بنبعدها، بننيمها معانا علشان دانييلا ما تتعديش بالليل، ما بيناموش مع بعض. فكنا منيمين دانييلا في اوضتها ودميانة تنام معانا علشان ما تتعديش اختها، عشان دانييلا ما تتعديش. وكمان طبعا عشان نراقبها، ما ينفعش ننيم دميانة لوحدها في الأوضة وناخد دانييلا السليمة، كان لازم ناخد العيانة علشان لو حصل أي حاجة كحت بالليل الكلام ده كله نبقى متابعين معاها، وفي أدوية والكلام ده كله. فأنا كنت فاهمة إن أنا مش هتعدي ومناعتي كويسة. قمت اتعديت لأن أنا اتعديت منها لسه يا دوبك امبارح. هي بقالها 4-5 أيام عيانة، والفترة دي كلها متعدتش منها. قلت الحمد لله مناعتي كويسة. طلع لأ، انا اتعديت منها فعلا، وتعديت امبارح، وابتديت الكحة معايا امبارح. فاخدت دواء للكحة، خدت زاديتان بقى ما شاء الله بينيم. فانا عايزة انام. دميانة حبيبة قلبي تصحى من الساعة 3:30 الصبح، تسهرني معاها لغاية 8:30 الصبح. وإيريك دخل لدانييلا لأن دانييلا رجعت في أوضتها، فدخل يغير لها وينظف لها ويغير المكان بتاع سريرها. فكان يعني خزعبلات امبارح. المهم نمت شوية، لما بعد ما هي نامت الساعة 8:30 دي نمت لي ساعتين أنا كده لغاية ما هي صحيت على 10:30. صحيت بقى بزوري قايم بالواجب معايا، فمش بس كحة، فكمان دلوقتي زوري. أنا عندي كحة وعندي زوري وعندي حواجبي اللي ما شاء الله مش عارفة هداريهم ازاي. اولا انا هعمل دلوقتي شعري معاكم، بعد ما هعمل شعري هقعد شويه مع البنات واتغدى وكده، وبعدها قبل الايفنت بساعه هبدا اعمل ميك اب، او ساعه ونص مثلا قبل ما اطلع من البيت بساعه ونص هبدا اعمل ميك اب والبس. طبعا هكمل معاكم كل حاجه. دلوقتي بس انا هعمل شعري. هعمل بلو دراينج للاطراف، زي ما انتوا عارفين ان انا بفرد الاطراف شويه نصها كده، وبدي ضربه خفيفه لشعري. وبعدين هبدا اعمل لهم الكيرلز او الكيرلينج. تقولوا لي ما رحتش كوافير ليه؟ اولا ما فياش حيل، ثانيا انا ما بكرهش قد الكوافيرات، ما بحبش خالص اعمل شعري في كوافير. اليوم اللي بروح اعمل شعري فيه في كوافير بيفضل يقع فترة طويلة جدا بسبب معرفش ايديهم فيها ايه، بيشدوا شعري من البصيلة جامد او حاجة، شعري دايما بيقع بعدها. فبحب اعمل شعري لنفسي، وكمان النتيجة بتبقى اضمن، ببقى ضامنة النتيجة اللي انا عايزاها. ساعات بروح لهم ينيموا لي شعري خالص ويبوظوا لي، واكون خلاص رايحة على ايفنت مفيش خالص فرصة ان انا انقذ شعري، وبتدبس بالتسريحة اللي هم عملوها لي اللي انا مش مقتنعة بيها. anyway نبدأ في شعري. معلش رغيت 5 دقايق كده بس عشان الواحد تبقوا عارفين الواحد معنوياته ازاي. انا غسلت شعري امبارح بالليل علشان يلحق ينشف براحته. النهاردة على الصبح كده بحب دايما ينشف هو لوحده اير دراي كده، فبيبقى فيه الفولوم اللي انتوا شايفينه ده. anyway
هبدأ الأول بالبلو دراينج. بجهز الكيرلينج واند انها تسخن عشان تبقى جاهزة عقبال ما اكون خلصت فرد اطراف شعري. وده شكل شعري كده بعد الشاور بيكون ويفي. فساعات بسيبه كده لما بكونش يعني ورايا ايفنت او مناسبة او رايحة حتى خروجة عادية، بس بظبطه بشوية سيرم كده للشعر علشان يديله تغسيلة كده ويخلي الكيرلز شكلها افضل. هو مش كيرلز، الويفز يعني شكلهم افضل. بس ناس كتير بتقولي ليه ما تعمليش الكيرلينج هير تكنيك وبتاع. انا شعري ويفي ما بينفعش معايا. جربت علشان بس اللي هيقولي طب جربي، جربت كل الطرق ما بيعملش الكيرلز، لان انا شعري اولا طويل جدا فالطول فيه تقل، فطبيعي الكيرل مش هيفضل كيرلي لانه طويل فهيتفرد بسبب التقل. ثانيا اصلا طبيعة شعري ويفي مش كيرلي. دي طبيعة شعري شايفينها، شايفين ويفي كده فمش كيرلي. فبعمل الكيرلينج روتين ده بس علشان يخلي شعري شكله ويفي، مش يخلي شعره كيرلي، يخليه يعني خصلة ويفي كده، فبيبقى شكله حلو قوي. بعمله بالذات في المصيف بيبقى تحفة. فاكرين تنزانيا؟ انا شعري كنت الوقت كله عاملاه بالكيرلينج روتين بس مديني الويفز مش مديني كيرلز. هبدأ بقى. انا فردت شعري نص فردة وبعدين دلوقتي هبدأ اعمل كيرلز بالكيرلينج واند. الفستان بتاعي لسه واصل دلوقتي، إيريك لسه جايبهولي. هو وصل من امريكا من 5 ايام ولسه واصل دلوقتي من التيلر اللي هو الخياط دلوقتي حالا، علشان كان واسع عليا فحبيت ان انا اضيقه شوية عند منطقة الوسط والبطن وكده، فخليت إيريك يوديهولي امبارح بالليل وجاهز النهاردة الصبح. لازم اقيسه بقى عشان اتاكد، ما يا رب ما يكونش بقى ضيقوه قوي مثلا او حاجه او ربنا يستر. فاقوم اقيسه بس اتاكد وارجع اعمل شعري. انا قست الفستان، هو عملوه زي ما انا عملت لان انا ما رحت لهمش عشان يقيسوا عليا الفستان، انا بس حطيت دبابيس في الحتت اللي انا عايزاها تضيق. الحمد لله هتعمل مظبوط. نبدا بقى شعري. هقسمه. اول خصله معانا بقسم شعري لفوق نصه، بعدين النص التحتاني باخد نص ونص من النص التحتاني، نص على اليمين نص على الشمال، وابدأ اخد خصلة اعملها بالكيرلينج واند. طبعا اللي عايز يشوف توتوريال كامل لشعري مخصص لتسريحة شعري يدخل عندي هنا على القناة، هيلاقي ان كان على الفيسبوك او على اليوتيوب هيلاقي الفيديو كامل. زي ما انتم شايفين ده بيبقى شكل الخصلة. انا طبعا لسه ما فطرتش فهشرب المية السخنة بتاعتي الاول اللي انا بشربها على الريق وبعدين افطر. هكمل شعري واجيلكم. اللي عايز زي ما قلت لكم، اللي عايز يشوف توتوريال مفصل لشعري وتسريحة شعري يدخل عندي على قناتي على الفيسبوك او على اليوتيوب، هيلاقي توتوريالز كاملة. لو عايزينها ملخصة مثلا هتلاقوها عندي على التيك توك وعلى الانستجرام. طبعا لسه ما حطيتش الفسيدين على حواجبي، مع ان لازم على طول يتحط على الفسيدين على حواجبي ما يبقاش ناشف كده، بس دي اول مرة اسيبه يبقى ناشف علشان انا محتاجة اعمل شعري، مش عايزة شعري يلزق على الفسيدين ويجي الفسيدين على شعري ويدهننه وكده. فهعمل شعري كله. اول ما ابدا اجي احط القصة بتاعتي فرولو اللي هي اللي من قدام دي، بعدها هحط الفسيدين واسيبه بالفسيدين كده لغايه ما يجي مع وقت الميك اب. بس انا مجهزاه معايا، اسيب الفسيدين على حواجبي لغايه ما يجي معايا الميك اب، وقبل الميك اب بقى ابقى امسحه تاني. اوكي انا خلصت الجنب ده، فاضل لي الجنب ده واللي فوق طبعا. دلوقتي بس عملوا لي ليمون بالعسل علشان زوري، بحب الليمون بس بكره العسل، بس بصراحه طعمه حلو عشان الليمون كسر الطعم.
بيروق لي زوري جدا. مش عارفة ايفنت ايه اللي انا هروحه انظري ده. الايام كلها الواحد بيبقى شكله تحفة وجميل اول ما تظهر له مناسبة، ومناسبة تكون مثلا ايه فين وفين انا لما بخرج اصلا. فالوقت اللي هخرج فيه وفي حاجة مهمة، عندي واحدة صاحبتي من مصر بتقعد تقولي الفقي لما يسعد او حاجة كده، يعني معناتها دايما تقولها لي عليا، بتقولي دايما المثل ده ينطبق عليك. قالت لي انت ما بتخرجيش ما بتعمليش اي حاجه، ويوم ما بتخرجي يحصل لك حاجه. قلت لها تقريبا كل الناس كده او كل الناس اللي زي حظي كده. بس شعري اخيرا اوكي، اخد معايا يعني in total 25 to 30 minutes، يعني حوالي نص ساعه كده اوكي، ومع البريكس بقى واشرب ميه وبتاع. anyway دلوقتي هعمل البيبي هيرز بس دول كده عشان ما يبقوش هايشين بالسمول هير ستريتنر. دي من برضو من اميكا برضو اوكي. بس نمسك البيبي هيرز دول، بتسخن جامد قوي فبتلسع، حتى الشعر نفسه ممكن يلسعني. عملت بلو دراي للقصة بتاعتي على ورا اوكي، وحطيتها في الرول. دلوقتي اقدر احط الفيسودين بتاعي على حواجبي. طبعا نشف جامد قوي وانا ما كنتش عايزاه يوصل للمنظر ده، نص ساعه فرقت. anyway هحط دلوقتي الفيسودين واسيبه مثلا ساعتين عليهم كده قبل ما ابدا اعمل ميك اب. طبعا انا زي ما قلت لكم لما جيت ابدا اعمل شعري كان البنات نايمين، حاليا هما ما زالوا نايمين لان هما بياخدوا الناب بتاعتهم حوالي ساعتين كده، بيناموا من الساعه 2:30 ل 4:30. فهي حاليا دلوقتي الساعة داخلة على 4، فيدوبك اخلص حواجبي ويكونوا صحي واقعد معاهم بقى واغديهم ونتغدى وكده، وبعدين ارجع اعمل ميك اب، ياخدوا هما بقى مع مامي وبابي وكده، وانا ارجع هنا عشان اعمل ماي ميك اب. زي ما انتم شايفين باخد الكيو تيبس كده وبحطه على كل اماكن I saturated بيه، يعني بحطه كتير قوي اخليه كأنه بيعوم في الفيسودين. that's it. اشوفكم بقى وقت الميك اب. good morning bonjour. اهلا good morning يا لوحي، مالك زعلانه كده ليه؟ انتي مقموصه هناك ليه؟ تعالي bonjour. في ايه يا ديمي؟ شعرك ماله؟ دانييلا عملت ايه؟ شدت شعرك؟ مين؟ 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 داني؟ داني؟ مين؟ ايه انتوا الاتنين شدتوا شعر بعض؟ في ايه؟ your hair ايه اللي حصل؟ مين شد شعرك؟ دانييلا؟ شدت شعرك انتي؟ يا ماما ليه شدتي شعرها يا دانييلا؟ اوكي سو انا اوريدي عملت التونر ده، كان من كلينيك اوريدي عملته قبل ما اصور. دلوقتي هعمل السيرم، وبعدين عندنا المويسترايزر، وبعدين عندنا الايلاش سيرم. انا هعمل الاول اللاش سيرم. اللي هيسألني على اللاش سيرم فدي خلطة سرية ليا انا بعملها، وقريبا هتبقى متوفرة في ميموتيك. ندخل على السيرم طبعا من كوسر اكس، ما ينفعش يكون عندي ايفنت مهم زي ده وما كنش حاطة من منتجات كوسر اكس بالذات اللي بالسنيل اللي هو الحلزون ده، لان بيخلي بشرتي عاملة زي الازاز. glass skin I love their products. ترطيب باخده مع منتجاتهم بصراحة. I wish they would sponsor me، ان انا فعلا مضيعة كل فلوسي عليهم. ف كوسر اكس
consider sponsoring me. لا بصراحة بس هما their prices حتى is very economical يعني it's very you know not that expensive but their products is extremely luxurious. ما ننساش الرقبة. هخلص وارجع لكم. دلوقتي هستعمل السليب ماسك بتاع لاناش ده اللي هو بالشوكلت. طبعا حطيته قبل ما انام بالليل، بصحى بلاقي شفايفي زي البيبي زي ما انتم شايفين، بس بحب احطه برضو قبل الميك اب علشان امسحه قبل الليبستيك ويبقى شفايفي يعني مترطبه خالص، ما فيهاش اي تشققات ولا اي جلد ولا اي حاجه، علشان الليبستيك يبقى عليها سوبر سموث. زي ما قلت لكم قبل كده ريحته عامله زي النوتيلا. هو ريحته عامله زي التشوكي مش النوتيلا. اللي عايش في الامارات دخل مدارس هنا يعرف التشوكي لانها كانت شوكلت بنشتريها من الكانتين في المدرسه. كانت عامله زي الخرطوم كده، يعني زي خرطوم كده وجواها الشوكلت محطوطه جوه السترا وتقعدي تمصيها كده من السترا. كانت تحفه. فهي ريحتها بالظبط زي التشوكي يعني I'm so tempted ان انا اكلها او الحس شفايفي مثلا باللي عليه ده. بس هو طعمه مش شوكلت طبعا، هي الريحه بس. وبصوا الشيد بتاعته تحفه. يعني لو انتي if you just wanna wear it as is وتخرجي بيه كأنه جلاس او ليب اويل او whatever، بس هو على الاقل بيرطب لك شفايفك وبيديلك كمان تنت حلو في نفس الوقت. a very mocha nude tint. love it. so انا رجعت السكين كير مكانه علشان افضي الفانيتي، علشان ما بحبش الدنيا تبقى زحمه قدامي، بحب اشتغل على رواق كده ويبقى كل حاجه نظيفه قدامي. بما ان الايفنت بالليل فمش محتاجه احط SPF، بس هحط البرايمر بتاعي من شارلوت تيلبري. هو فيه SPF و SPF 50 كمان، بس انا بحب البرايمر على بشرتي بيبقى تحفه يعني، مش مشكله. هو قرب يخلص اصلا، بيرطب جدا. خلص وارجع لكم. اوكي انا همسح دلوقتي الفيسودين من على حواجبي. المفروض كنت امسحه قبل البرايمر بس نسيت بالتيشو بالراحه عشان الحاجات اللي فيها قشره دي ما تقشرش وما جرحش المكان ونعمل بقى التهاب وبتاع، فمش ناقصين او يسيب علامه. الاول همسح بكل حذر الفيسودين، اخلص الحاجه التانية وارجع لكم. اوكي انا مسحت الفيسودين، دلوقتي همسحه بمايسلر واتر من جارنير ده بس علشان اتاكد ان مفيش اي رواسب زيت او حاجه، لان الفيسودين المكون بتاعه كده زيتي، فمش عايزه يبوظ لي الميك اب تحته ريزيديو منه او اي رواسب منه بالمايسلر واتر. خلاص وارجع لكم. عارفين لو كان اي ايفنت تاني غير الايفنت ده عادي كنت هعمل ميك اب داير ما يدور وشي واسيب حواجبي بالفيسودين زي ما هم واروح بالفيسودين حتى، وعملتها كذا مره. رحت الايفنت بتاع بنفيت قبل كده برضو كنت لسه عامله الجلسه قبلها بيوم مش 4 ايام كمان، وحطيت فيسودين كنت تمام. بس وقتها الجلسه ما كانتش قويه قوي زي دلوقتي، لان كل جلسه بيقووا الفاكتورز بتاعت الليزر اقوى واكتر كل جلسه. فالفتره اللي انا رحت فيها ايفنت بنفيت ده كانت ممكن الجلسه الثالثه، فما كانش قوي قوي كده. اللون كان شكله كده يعني كانه يعني الجلسه قبلها بيوم، بس كاني دلوقتي اللي هو بعد 4 ايام، يعني شكلها كان كده. يعني ده كان شكلها بعد الجلسه بيوم، انما انتوا شفتوا الجلسه بتاعتي بعد اول جلسه بيوم. يعني الايفنت بتاع بنفيت ده كان تاني يوم بعد الجلسة على طول، كان شكله كده زي دلوقتي، وانا دلوقتي ده كان كده شكله بعد 4 ايام من الجلسة ال5. فاهمين ازاي يعني؟ ده اول يوم بتاعه كان صعب قوي، بتاع الجلسة دي كان شكله صعب قوي. اوكي جينا للحظة المهمة دلوقتي. هنبدأ بقى الكونسيلر والفاونديشن. هعمل خطوة انا عمري ما عملتها قبل كده، بس علشان احاول اخفي الحاجات دي هبدأ بالكونسيلر الاول قبل الفاونديشن عشان نعمل كوركتنج يعني مثلا.
فهاخد الكونسيلر ده من تو فيست اللي هو البورن ذس واي كونسيلر. الشيد بتاعه لايت بيج، هو غامق شويه عليا انا، فانا محتاجه حاجه غامقه شويه الاول اخفي بيها الحاجات اللي في الحاجب دي، وبعدين احط عليه الفاونديشن اللي هو درجه وشي. اوكي احنا كده عملنا الاماكن بالراحه بدامب بيوتي بلندر. لازم تتاكدوا انها تكون دامب وتنشفوها بالتيشو كويس علشان ما يكونش فيها رواسب ميه. اوكي يعني تكون رطبه بس. اوكي تمام. يا رب بس ما يحصليش اي التهاب. الدكتوره اللي عملت لي حواجبي قالت لي لا ما فيش اي مشكله طالما الجرح مقفول وهو عليه القشره كده مش متقشر مثلا والجرح فيه دم مثلا او اي حاجه بتطلع منه مش هيحصل اي التهاب. بس لو الجرح مفتوح او ان انا قشرت اي حاجه والجرح بقى اتفتح وكده اكيد هنا وقتها هيحصل التهاب. بس انا في العاده زي ما قلت لكم ما بجازفش وبخرج عادي كده بالجروح عادي من غير ما احط عليها ميك اب، بس صدقوني بس علشان الايفنت. اوكي زي ما احنا شايفين خفتهم. هاخد الفاونديشن بتاع ده السيرم فاونديشن بتاع KVD. الشيد ده اللي هو الميديوم 27. انا حطيت الفاونديشن في التري هنا ونبدأ بقى نحطه. انا جايباه افتح درجة بس من وشي، هو مش باين قوي ان هو افتح لانه بصوا ماشي مع رقبتي ازاي. هو انا لون وشي افتح من الفاونديشن بس انا على بينك، ده داخل شويه على اصفر وبيتش، فاهمين ازاي؟ فاول ما يتاكسد هيظبط بالظبط وهيبقى ماشي مع رقبتي على طول. هخلص وارجع لكم. لما اخلص عايزاكم تاخدوا بالكم انا ازاي بدات الفاونديشن من ورا. ببدا من ورا الاول وبعدين اخده على الناحيه التانية من ورا، وبعدين بقى الباقي هو اللي بجيبه في النص. فاهمين ازاي؟ علشان ما يكونش فيه برودكت كتير على ناحيه المسام ويبقى شكله كيكي مثلا، مع ان هو الفاونديشن ده ما بيبقاش كيكي خالص، بس انا علشان ما بحبش الفاونديشن يكون تقيل على بشرتي قد ما اقدر، بحب انه يكون شكله طبيعي. فعلشان كده ما بحبش احط فاونديشن كتير خالص، او حتى انا ما بخرجش وانا حاطه فاونديشن، بس ده عشان ايفنت. في العاده بخرج بكون حاطه بس كونسيلر كده مثلا عشان ينور وشي وخلصنا، يدي لون او تنويره سنه كده لوشي وخلاص ذاتس ات. وما بحطوش على كامل وشي، بحطه مثلا على مثلا جنب المناخير تحت العين شويه كده ذاتس ات. اوكي انا في العاده ما بوصلش الفاونديشن لغايه فوق تحت عينيا، بس علشان انا مش عايزه احط كونسيلر كتير تحت عينيا، فهحط حتى كونسيلر اللي هو بس بينور مش اللي بيعمل كفرج. فالفاونديشن ده كان خفيف، حطيته بشكل خفيف جدا تحت عينيا عشان برضو ما يبانش تقيل، وفي نفس الوقت عمل لي سنه كفرج كده. فاهمين؟ انا مش محتاجه كفرج كتير، بس اللي عنده هالات والكلام ده لازم يعمل الاول كوركتنج تحت عينيه زي اللي انا عملته كده في حواجبي، بس باللون اللي هو مناسب اللي هو داخل على اورنج شويه، وبعدين تحطوا الكونسيلر فوقيه. اوكي هاخد الكونسيلر ده من شي جلام، هو قوي بس انا هاخد نقط خفيفه جدا بس. الشيد ده شورت بريد. اوكي بس هاخد نقطه هنا ونقطه هنا، نقطه هنا، نقطه هنا، طبعا on the bridge of the nose, on my forehead, on my chin. عملنا الكونسيلر، دلوقتي هعمل الكونتور بتاع شي جلام. الشيد اللي هو داخل على رصاصي اللي هو اسمه soft tan. انا مش هعمل برونزنج علشان مش عايزه الميك اب يكون شكله تقيل، فهكتفي بس بالكونتور وبلاش وهايلايت. وبحب الكونتور شيد ده قوي لان بيبان طبيعي جدا وبيديني شادو في الاماكن اللي انا محتاجاها. في بلندر واحده تاكدوا تكون دام. اوكي ده كده الكونتور. ندخل على البلاش. هستعمل البلاش واند دي من شارلوت تيلبري، اللون ده اسمه بينك جازم. بحب الشيد دي قوي، بصوا طبيعيه ازاي وفيها جلو جميل ازاي. انا مش عايزه اكتر بصراحه، زي ما قلت لكم عايزه ماي سكين يكون جلوي وناتشرال، مش عايزه ميك اب تقيل قوي. طبعا انا لو كترت
هيبقى تقيل. هو بيلدبل، ده الحلو فيه ان انتي ممكن تبدأي واحدة واحدة وتبدأي على خفيف علشان ايه الدنيا ما تبوظش منك. دلوقتي بقى انا هثبت ده كله، مش محتاجة احط ليكويد هايلايتر لان البلاش ده اوريدي فيه هايلايت. دلوقتي عشان اثبت الميك اب تحت عينيا بالذات هستعمل الاير براش فلولس فينيش من شارلوت تيلبري. اوه ماي جاد، احلى فينيش لتحت عينيكي بجد، ما بيخططش تماما تماما وما بيبقاش تقيل ومش بيكي خالص ومش كيكي خالص. الفرشة اللي انا هستعملها برضو من شارلوت تيلبري دي الباودر اند سكالبت، دي بتستعمل في الكونتور وبتستعمل لتثبيت تحت العين. انا في العادة كنت بحب استعمل اللوس باودر بتاعت لورا ميرسييه، بس انا بحب جدا الكومباكت باودر بتاعت شارلوت، مش اي براند تاني بس بتاعت شارلوت، لانها فعلا سوبر فاين ورفنع خالص الباودر اللي فيها وبيثبت اليوم كله وما بيخططش تماما وما بيبقاش تقيل خالص تحت العين وما بيبقاش باين ان هو حاجه كده تقيله تحت العين وكيكي. عارفين انا بثبت طبعا الحواجب هنا عشان اعرف ارسمها، وزي ما انتوا شايفين انا بثبت بس نص الوش، ما بثبتش في الجناب الحتة اللي هي فيها جلو، انا بثبت بس في نص الوش عشان ده المكان اللي هو بيبقى اويلي وممكن ايه الميك اب يبان وقتها عرقان لو ما تثبتش الحتت دي، انما هنا بيبان كانه جلو، بس لو هنا هيبان كانك عرقانه. ثبت بس شويه هنا عشان ندي نظافه لتحت الكونتور. ده كده البيز بتاعنا. ندخل بقى على الحواجب. I'm really dreading it بجد، I'm really dreading this part ان انا اقعد ارسم حواجبي لان انا مش عارفه هرسمهم ازاي وهيطلعوا ازاي واللون الاشقر ده هغيره ازاي. واحده واحده بقى مع بعض نعرف نوصل لنتيجه حلوه. بصوا بقى، انا عندي ماسكارة حواجب دي من فيرارو روشي، وعندي قلم الحواجب ده من جوش، قلم بيرسم شعرة شعرة، وعندي الشادو بتاع الحواجب ده من بينك هاني درجة الشيد ابني 4. فهنبدأ واحدة واحدة. الأول هبدأ بأن أنا أرسم الحواجب شعرة شعرة، لو فشلت هندخل على الباودر وبعدها هنثبت ونغير لون الشعر بالماسكارات الحواجب. اوكي نرسم بقى واحدة واحدة، ربنا يستر. اوكي انا مش عارفه ارسم والكاميرا شغاله. اللي عايز التوتوريال بتاع رسم الشعر شعره شعره الحواجب هيلاقيها عندي في الصفحه، بس انا حاليا دلوقتي محتاجه اركز. اوكي دلوقتي انا رسمت الحواجب بالقلم اللي هو بتاع جوش ده. هو اللون دلوقتي باين ان هو فاتح، بس هو انا جايباه كده علشان بيبقى ماشي مع شعر حواجبي اللي هو الاسود ده، بس هو حاليا عشان الشعر ضارب كله ابيض من الليزر فمش باين قوي انه حلو، فالماسكارا بتاعت الحواجب هي اللي هتظبط الموضوع ده. فانا دلوقتي بحاول بس ادمج لون القلم اللي انا عملته ده عشان يبان كانه شعر مش كانه حبر كده، فبدمجه بالفرشه بتاعت الحواجب قبل ما اعمل الماسكارا. بودرة الحواجب هسيبها للاخر لو لقيت ان الماسكارا برضو لسه محتاجه شويه دعم فهنعمل بالراحه قوي بالماسكارا عشان برضو مش عايزه اللون يبقى باين تقيل ويبوظ الرسمه من تحت اللي في الجلد ويدخل على الجلد. انا عايزاه بس على الشعر. المحاولة كانت فاشلة بالماسكارا، المفروض ان انا كنت اخش بالباودر قبل الماسكارا، يمكن هي اللي كانت تنقذ الموضوع ومحتاجش ماسكارا. فهشوف دلوقتي لو مشي الحال بالباودر هضطر ان انا اعيد ده كله من اول وجديد. الحاجب اللي هنا ده ربنا يستر. كنت عملت بالباودر مش بالماسكارا، الماسكارا بوظت لي الدنيا يا خساره. بصوا الدنيا بايظه ازاي هنا. استنوا بقى هرجع لكم بقى اظبط ده واخليه زي ده وارجع لكم. انا رحت اصلح الحاجب ده وبقى احلى من الحاجب ده. انا مسحته وعدته من اول وجديد وعملت كونسيلر من اول وجديد وكله يعني عارفين، وحاليا شكله بقى احلى من اللي كان مظبوط من البداية اصلا. مش عارفة انا همسح ده واعيده تاني لان ده باين كأنه شعرة، ده باين كأنه ملون، فتقريبا همسحه واعيده من اول وجديد عشان اخليه شبه ده. طيب دي كده اقصى حاجة عندي في ان انا اعرف اعمل فيها حواجبي. كتر خيري طبعا ان انا عرفت اوصل بيهم للمرحلة دي.
مشكلتي ان انا اقعد اصلح الحاجه والبيس اوريدي اتعمل، بالذات الحواجب، لان لازم بقى اعيد الفاونديشن اللي داير ما يدور الحته دي علشان يطلع شكله كويس. لان هيبقى لو انا مسحت بس الحته دي وسبت الحته دي كلها هتبان ان في حته جديده اتعملت وفي خط ومش مدموج وبتاع، بالذات عشان انا مثبته بالباودر. لو ما كنتش ثبته بالباودر مش مشكله. وعلشان كده برضو ده سبب من الاسباب اللي بيخليني ان انا ما بحبش احط ميك اب على المنطقه دي، بسبب ان انا لو بوظت حاجه في الحواجب اقدر امسح عادي واظبطها تاني. فعشان كده دايما بجيب فاونديشن يبقى بالظبط نفس لون بشرتي، علشان احط فاونديشن بس هنا وما احطش فاونديشن مثلا هنا وعلى رقبتي. ما بحبش، اكتر منطقتين بكره احط فيهم ميك اب، وليهم كذا سبب، من ضمنهم السبب اللي قلت لكم عليه بتاع الحواجب، زي ان انا ما بحبش ان انا احس ان انا مقيده بفاونديشن هنا وهنا وامسح وبتاع واحس انها حاجه تقيله يعني، فاهمين ازاي؟ فبحب ان يكون يعني اقل نسبه ممكنه من الفاونديشن على وشي. دلوقتي بقى هنبدا بالاي شادو. اخيرا هستعمل الباليت دي من اوكي. دلوقتي بما ان الميك اب دلوقتي بما ان الفستان لونه اسود، هستعمل الباليت دي من بات ماجراث. الباليت دي فيها الوان ترابيه داخله على رصاصي واسود وكده، فهاخد الالوان من هنا وهحاول يبقى برضو خفيف جدا على عينيا. ناس كتيره بتقعد تقولي عينيكي اختلفت، انتي عملتي عمليه في عينيكي، رفع جفون ولا قص جفون ولا بتاع. ده كله علشان كنت انا جفوني زي ما هي والتبطينه هي زي ما هي ما شاء الله يعني. فلو كنت عامله الكلام ده كان هيبان يعني، وما كانش هيبقى فيه التبطينه، كانت هتبقى خلاص اترفعت يعني. فالفكره الحواجب اول ما مسحت التاتو بقدر ارسم حواجبي بالشكل اللي انا عايزاه، وهم اساسا رسمتهم كانت على فوق الطبيعيه يعني، انما التاتو كان على تحت، كانت رسمهولي على تحت مش عارفه ليه. المهم ما علينا. فده كان سبب واحد. السبب التاني ان انا كنت بحط اي شادو اسود كتير جوه عينيا، فما كانش بيبان ان في مدى لعيني، فكان بيبان الحاجه صغننه، فاهمين ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو جيت عملت لكم عين وعين هتلاقوا لو عملت اللون هنا فاتح خالص وبس اي لاينر هيبان عينيا مسحوبه وفيها مدى كبير والكلام ده كله. انما لو عملت لكم بقى الاي شادو اللي هو السموكي جامد بالاسود من جوه وبتاع، هيبان عينيا صغرت خالص ومبقاش فيها مدى. فده كان سبب من الاسباب، لان انا كنت فعلا بعمل اي شادو كتير قوي من جوه العين، وما زلت بعمل الحركه دي. فبحب ان انا اعمل اللوك ده ساعات برضو. فحاليا انا باخد اللون الرصاصي وهوزعه على الجفن كامل. اللون اللي هو ده اللون اللي انا بستعمله. هخلص توزيعه وارجع لكم. يعني وزعته على العين دي، دلوقتي هوزعه على العين دي. فكنت عايزه اقول لكم برضو ان رسمه الايلاينر بتاعتي اللي هي الايلاينر للعينين المبطنه اللي انا علمتها لكم دي فرقت معايا جدا في شكل عينيا. يعني انا لو كنت عملت قص والكلام ده كله ورفع ما كنتش هحتاج ان انا اعملها لغايه النهارده الرسمه بتاعت العينين المبطنه دي، وان انا اقعد ادور على رسمه واقعد اخترع رسمه تناسب عيني وتخلي شكلها يكون مبطن، يخلي شكلها ما يكونش مبطن يعني وبتاع. فلو كنت عامله اللي الناس قالت عليه ده ما كنتش احتاجت ان انا ارسم الايلاينر بالشكل اللي انا برسمه. لان في ناس تقعد تقولي ما بتعرفش ترسم ايلاينر. انا اعرف ارسم الايلاينر ستريت على فكره من غير اي حاجه، بس عشان عينيا مبطنه اول مجرد ان انا اقفل عيني كده هيبان بقى ان الايلاينر مش مظبوط. فانا برسمه بالشكل اللي انا برسمه بيه ده علشان يخلي عينيا كانها مش مبطنه. واللي بيفهم في الميك اب بس هو اللي يفهم النقطه دي. دلوقتي بحاول ادمجه جامد جدا لان اللون شبه غامق مش فاتح قوي، يعني هو بين البنين اللون ده، كأنك عملتي لون اسود بس دمجتيه جامد لغايه ما خففتيه. فاهمين ازاي؟ بنفس اللون الرصاصي اللي انا استعملته الجفني من فوق هستعمله الجفني التحتاني او الخط الجفني من تحت، كأني برسم ايلاينر بس سموكي.
هخلص وارجع لكم اهو كده. بصوا شكل رفيع خالص، لو عايزين تعرضوه برضو عرضوه، بس ابدأوا رفيع بعدين عرضوا. دلوقتي هحط من الشيمر الابيض ده بشكل خفيف جوه في الكورنرز اوف ماي اي. حطيت بشكل خفيف جدا بس عشان يدي سنة تنويرة. دلوقتي هرسم الايلاينر اللي هو الايلاينر للعيون المبطنة. الايلاينر ده من لوريال، بحبه قوي. التب بتاعته بصوا رفناها قد ايه وطويلة. فهرسم الرسمة وارجع لكم. اللي عايز يشوف الرسمة في التوتوريالز موجودة. زي ما انتم شايفين كده دي رسمة الايلاينر بتاعتي. بصوا غيرت شكل العين ازاي، واديتها السحبة ونازلة من قدام وسحبة لورا كده وعلى طويل مش على فوق. انا بعملها على ممدودة للجنب مش ممدودة لفوق. دلوقتي هعمل العين التانية وارجع لكم. انا رسمت الايلاينر ونسيت اهم خطوة. الشاطر فيكم يعرف ايه هي. نسيت البس العدسات بتاعتي قبل الميك اب. في حياتي بصوا كام سنة في حياتي عمري ما نسيت البس العدسات قبل الميك اب. بكره ان انا البسها، بكره معليا ان انا البسها بعد الميك اب، لان بقى بخاف ان انا ادمع او اي حاجه من الحاجات دي وينزل بقى على الميك اب ويبوظ لي الميك اب. لا ياخد باله قلم الايلاينر اتغير لان الايلاينر بتاع لوريال خلص وانا برسم العين دي، استعملت بتاع ريفولوشن. عايزه اقول لكم الايلاينر كان رفنع خالص، تخن مني بقى. عارفين عماله بقى اتخن هنا واتخن هنا شويه، انا هطلع كده مش عارفه يعني. بجد انا كنت عامله الرسمه رفنعه قوي وما كنتش عايزاه يبقى تخين كده. يعني انا بحبه تخين وكل حاجه، بس انا مش في مخيلتي حاليا في الايفنت ده انا اعمله تخين كده ولا طويل كده. يعني هو خلاص هيوصل على وداني. الله، هحاول اظبطه باي شكل ممكن بقى. دلوقتي خلص وارجع لكم. بالنسبه للعدسات بقى اللي هلبسها، هلبس اللون ستافن بلو. اللون ده هلبسه بقى مع الدرس، اكيد هيطلع حلو. وش مي لك. في حياتي ما لبست عدسات بعد الميك اب كده وانا خارجه مثلا. ممكن وانا بعرضها لكم وبتاع مش مشكله، بس وانا خارجه ربنا يستر بجد. وكمان المحلول بتاعي فيه زيت، يعني عارفين مش مثلا محلول ميه، لا هو محلول زيت، القوام بتاعته زيت. فلو نزل على الميك اب ايه بقى، لو دخلتها غلط مثلا او لبستها مش عارفه ازاي، هضطر ان انا اقلعها تاني واحركها واعمل وانضف. اوريدي مثبته تحت عينيا حلو جدا. شايفين دمعت استغفر الله. عارفين لو كنت افتكرت العدسات على الاقل قبل الايلاينر، مش هقول لكم الاي شادو حتى، اقل قبل الايلاينر، لان الايلاينر اللي انا اخترته حاليا مش واتر بروف، فاي تدميعه هبوظ الدنيا. كويس كمان ان انا ما افتكرتوش بعد الماسكارا، كانت هتبقى مصيبه اكتر. فانا حاليا دلوقتي هركب الرموش هركب رموش واعمل ماسكارا من تحت. استنوا هرجع لكم بس اخلص بس التدميعه اللي انا فيها دي. اوكي دلوقتي هرسم. دلوقتي هحط كحل من جوه العين، جوه وفوق في الجفن الفوقاني والجفن التحتاني، يعني هنا بس. هرسم بس في الخط الوسطاني ده، مش هرسم جوه ومش هرسم على الاطراف، عشان اسيب الفتحتين اللي من قدام ومن ورا زي ما هم، عشان يبان سحبة العين. اللي شاف الفيديو بتاع التوتوريال هيفهم انا بتكلم عن ايه. اوكي، لان انا بحب شكل العين تكون ضيقه ومسحوبه مش واسعه، بحب الضيقه، عشان كده بزود على خط الرمش الفوقاني. بس دلوقتي الرموش دي برضو من ويموتيك، اسمها بادي، انا بس بجهزها. المهم يعني فعلا في ميك اب ممكن يحلي العين وممكن يوحشها، عارفين ازاي؟ فانا كنت بعمل نفس الميك اب قبل كده، الاي شادو وبتاع، بس ما كنتش برسم رسمه الايلاينر. رسمه الايلاينر فرقت جدا لما كنت بسيب الرسمه من غير الاي شادو، وكمان اي شادو اسود مثلا ومش مثلا سموكي. لو خفيف كده عادي ممكن اخلي بس اي شادو خفيف واعمل ماسكارا وذاتس ات وابقى تمام من غير ايلاينر وعينيا تبقى شكلها حلو.
بس لو عملت الاي شادو اللي هو الغامق اللي كنت بعمله زمان ده ومن غير ما اعمله بالرسمه بتاعت الايلاينر دي، هتبان بقى ان عينيا مقفوله وصغننه ومبطنه وحالتها حاله. فالايلاينر ده فعلا فرق معايا ان كان مع الاي شادو الخفيف او التقيل، بالذات للتقيل، لان الاي شادو زي ما قلت لكم الخفيف عادي مش لازم احط ايلاينر علشان ابين ان مفيش تبطينه مثلا او الكلام ده، لان هو اوريدي الاي شادو خفيف، انما وهو غامق بيبقى شكله صعب من غير الايلاينر. دلوقتي اللاش جلو اللي انا هستعمله ده من شيجلام. الرموش زي ما قلت لكم من عندي من ميموتيك، اسمهم بادي، اسم الرموش دي بادي. اوكي انا عملت دلوقتي جلو الرموش على الرموش نفسها. الاول كنت بحط الجلو على رموشي وبتاع، وبعدين او على خط الرمش، وبعدين احط، يعني كنت بحط جلو في منطقتين، احط الجلو على الرموش وكمان على كأني برسم ايلاينر على خط الرمش. بس ما بقيتش احب الموضوع ده بالذات مع الجلو بتاع الشيجلام، لان هو ليكويد قوي فبينزل على رموشي، فلما اجي امسح الميك اب بقى بياخد وقت طويل قوي عشان اشيله من على رموشي، وساعات بيقطع لي رموشي وانا ما صدقت اطولهم. عارفين زمان لو كنت قبل ما اطول رموشي اقول لكم في داهيه مش مشكله، اقعد اشيلهم مش مشكله لو رموشي طلعت معاهم، لان اساسا كان عندي رمشين 3 فمش فارق كان. انما بعد ما بدات اعمل سيرم الرموش والكلام ده كله فبقى وشفت نتيجه والرموشي طولت وكده، فقلت لا لازم اخلي بالي بقى على رموشي، ده انا ما صدقت ان انا طوله وتقله. فعشان كده كان في شويه جلو على ايديا، فعماله احاول اشيله لانه ملزق قوي، مش عايزه وانا بركب الرموش يلزقوا على بعض. المهم هركب دلوقتي الرموش وارجع لكم. مش محتاجه افككها، اكيد كلنا بنعرف نركب الرموش كويس، بس انا بركبها مش من قريب قوي في العين عشان ما تقفلش عينيا قوي من جوه او ما تدخلهاش قوي على جوه، فبحطها شويه من هنا، يعني مثلا من الحته دي من الحته دي مثلا، وبسحبها لغايه ورا، بتبقى بعيده عن عيني. انا عيني بتخلص هنا، بس انا بخلي طرفها يكون هنا عشان يبان كأني انا عينيا مثلا لغايه هنا، فمع الفتحه اللي انا برسمها جوه في الايلاينر فبتدي طول وسحبه للعين. هخلص وارجع لكم. فحاليا زي ما انتم شايفين انا ركبت الرمش ده هنا وهو طويل لغايه ورا، بس انا مخليه الحته دي تبقى لفوق مش لتحت عشان ما توقعش عيني، تبقى لفوق مع الايلاينر، مع خط الايلاينر، بس الطرف هو اللي يبقى فوق مع خط الايلاينر، الباقي كله على خط الرمش مظبوط ماشي مع خط رمشي. اوكي فدي في تكات كده تركات كده بتغير شكل العين خالص. فبعد ما لزق الرموش على المكان اللي هو فيه ده دلوقتي حاليا، مشكلة انا ما بحبش امسك بايديا مكان الميك اب والكلام ده، عشان ممكن الدهون اللي بتبقى بالطبيعي في جلدنا ودافيه الحته دي ممكن تكسر الميك اب وتدوبه ويبقى زي بقع كده او بصمات او الحاجات دي. هخلص بس تلزيق الحته دي وهوريكم تركايه تانية برضو في العين عشان تديها سحبه وعشان تخلصي من الجلد الزايد اللي فوق جفنك. حاليا خلاص كله ركب، الرمش كامل ركب على خط الرمش كامل. اوكي دلوقتي التركايه التانية ايه؟ انا لما باجي احط جلو على الرموش بحط جلو من تحت من الجنب ومن فوق، تمام؟ فاولا ده علشان يمسك من تحت كويس ومن الجنب وستريت كويس. من فوق بقى ليه؟ لان بنزل، شايفين الجلد اللي هنا بيبقى زايد شويه ده برضو اللي خلى ناس تفكر ان انا عامله حاجه في عينيا. بجيب الجلد كده وبنزله على الرمش، اولا هيخفي شكل الرمش، يعني هيخفي ان انتي مركبه رموش اللي هي من النوع ده، هيخفي الخط بتاعها ده، زائد هيقلل منظر الجلد اللي في عينيكي فيديكي سحبة اكتر وشد اكتر للعين. معرفش اذا انتوا شايفين ولا لا كده، وبقفله على خط الرمش فيقوم خط الرمش مختفي مش باين خالص، ويبان كأنك مركبة الرموش اللي هي بالواحدة دي، وفي نفس الوقت يدي سحبة للعين ويخفي لك الجلد الزايد وتقل التبطينة كمان اكتر. اسرار. برضو تركية تانية ان انا بحب الرمش اللي في الطرف ده بحب اقفلهم على الرمش اللي انا مركباه ده، بس علشان ما يبقاش الرموش الطبيعية نازلة لتحت ويدي فرق بقى، لازم يبقى كأنهم واحد فيدي فتحة هنا في الحتة دي اكتر وسحبة.
فعشان كده بحب الطرف بس رموشي الطبيعية احب الزقها في الرمش اللي انا ركبته ده علشان يدي السحبة دي ويثبت كمان اكتر. وبعمل كمان نفس الحركة دي من الحتة القدامانية دي عشان ساعات بتفك بسهولة مني لو دمعت او اي حاجة، فده يثبتلك برضو يثبتلك الرمش اكتر ويخليه ماسك اكتر في الحتة الطرفانية دي. وبس كده، بس اتأكد بس ان الجلد رجعته تاني يلزق على الرموش. هعمل العين التانية وارجع لكم. ساعات برضو بجيب الجلد على الرمش كده، خط الرمش من فوق كده بالملقاط من الديل بتاع الملقاط ده بيساعدني برضو ان انا اجيب الجلد ده كده واعمل الحركة اللي انا قلت لكم عليها دي على خط الرمش عشان اخفيه. اوكي كده ركبنا العين التانية، كده نعتبر خلصنا او قربنا ان احنا نخلص. اوكي هثبت الميك اب بتاعي بالسيتنج سبراي ده من جيفانشي. ده البريزم ليبري اللي هو البريب اند سيت جلو ميست، فبيثبت وبيدي جلو. مشكلتي مع السيتنج سبراي ده قد ما هو تحفة بس بيسيب نقط بيضة بترطش كده، ده بسبب الاس بي اف اللي فيه طبعا. بتترش كده وانت بترش على وشك، حتى وانا برش من بعيد وبرج وكل حاجة بس برضو بيجي. دلوقتي حاليا جاي على الرموش. انا برضو نسيت ارش السيتنج سبراي قبل الايلاينر، يعني انا قبل خطوة الايلاينر، يعني انا بعمل الحواجب وبعمل الاي شادو وبعدين ارش السيتنج سبراي قبل الايلاينر علشان برضو يثبت الاي شادو كده. فبسبب النقط البيضة دي بيضطرني ان انا اخد الميك اب سبونج علشان ادمج النقط البيضة دي واخلص منها عشان ما تسيبش نقط على الوش. وذاتس ات. لو سيتنج سبراي تاني عادي بسيبه لغايه ما هو ينشف لوحده على وشي. بس يلا ده بيثبت برضو الميك اب اكتر. بعد ما خلصت دلوقتي بصوا الجلو اللي ادى لبشرتي تحفه، هو بتاع رير بيوتي وشارلوت تيلبري، الثلاثه دول فظاع في السيتنج مع الجلو فظيع. دلوقتي بقى نيجي للشفايف. دي اهم خطوه بالنسبه لي واكتر خطوه بحبها اللي هو الجليتر ليبس. انا بس هشيل اي رواسب على شفايفي من الفاونديشن. اوكي شفايفي كانت مخفيه من الفاونديشن. هاخد الليب لاينر ده من شارلوت تيلبري، اللون اسمه تقريبا بيرفكت نيود، ايكونيك نيود. اوكي هحدد بس بيه خط الشفايف. هكبر من هنا ومن هنا، من الجناب هيبقوا على خط الشفايف، انما التكبير هيبقى ان انا بكبر سنة يعني فوق، يعني خط الشفة تحتها بسنة. ده اللي بيدي الشفايف القلبة بتاعتها، تخليها كأنها شفايف مقلوبة. ولو عملتيها صح هتبان طبيعي جدا، مش هيبان ان انتي مخططة اوفر. شايفين انا بس اللي بكبر فيه هنا الحتة الفوقانية دي، الكيوبيدز بو اللي هو حرف او اللي هو رقم 7 ده او حرف الفي، هو ده اللي انا بكبره خط. انما من هنا كله ده همشي على خط الشفايف عشان انا ما بحبش اكبر من هنا، بحب بس القلبة. اوكي رسمنا الشفايف. دلوقتي بصباعي كده هدمج الخط على الشفايف عشان ما يبانش كأنه قلم او متحدد كده، يبان كأنه blended nicely. ممكن بصباعك او بأي فرشة ميك اب رفنعة عشان نخفف من الحدية بتاعت الشفايف. بعد ما رسمنا الشفايف هبدأ بقى بالجليتر ليب كيت بتاع ميموتيك.
لو عايزه ممكن تعملي اي لون ليب لاينر او اي حتى لون ليبستيك يكون اللي هو ما بيطلعش ده من الشفايف. فانا ما بحبش الون كامل شفايفي علشان بحب لون معين كده بالجليتر يبقى باين من تحت الشفايف. فعشان كده بس انا بخطط الشفايف او بعمل لها لايننج وبعدين بحط فوقيها الجليتر ليبس. الجليتر ليب كيت اللي هو اللون بيبي ده اللي هو النيود جليتر ليبس. انما لو انت حاطه فول ريد ليب لاينر او ليبستيك تقدري تحطي فوقيه النيود جليتر، هيديلك نيود جليتر فوق الاحمر، مش هيبوظ لك اللون الاحمر بتاعك بس هيديلك جليتر عليه. ده في حال ان انت مش عايزه تشتري الجليتر اللي هو الاحمر علشان بيبقى اوفر قوي. النيود جليتر ده بيبقى حلو ليه؟ لان ينفع فوق اي لون، تحطيه فوق شفايفك الطبيعيه وقتها بقى تقدري بس تعملي تحددي بس الشفايف لان هو نيود وشفايفك لونها نيود، فمش بالتالي مش لازم تلوني شفايفك كلها. يا رب تكونوا فاهمين لان انا بحاول اشرح يعني مش بأدق التفاصيل، يعني بالتفاصيل المملة كمان. دلوقتي هناخد الجلاس بوند اللي هو زي الجلو. طبعا ريحته تقرف الكلب الحزين بس للأسف معرفناش نعمل ريحة تانية ليه نغير ريحته. كان وقتها بيغير التركيبة بتاعته وما بيثبتش. دلوقتي هناخد الابليكيتر وتحطي الجليتر على شفايفك طبطبة خفيفة علشان ما تسحبيش الجلو لفوق، فطبطبة خفيفة هو هيلقط الجليتر ما تقلقيش. يعني مش طبطبة على الهوا بس طبطبي بس خفيف، ما تزقيش جامد وما تقفليش شفايفك على بعض عشان ما يبصش الجلو دلوقتي. بعد ما نتأكد ان احنا حطينا الجليتر على الشفايف كلها وقتها تقدري تقفلي الشفايف على بعض. اوكي دلوقتي انا اعتقد ان انا مليت الشفه كلها فهقفل الشفايف على بعض عشان اتاكد. لو في حته بس ما تقفليش جامد قوي، اقفلي خفيف. لو حسيتي ان في حته ملزقه حطي عليها جليتر. لا تمام انا عبيت الحته كلها. دلوقتي اقدر احط الجليتر الجلو على الشفه الفوقانيه. انا ببدا تحت لفوق. وزعي الجلو كويس قوي وافرشيه او افرديه كويس قوي، واول ما يبقى شفاف وقتها حطي عليه الجليتر. وشدي شفايفك علشان ما يخططوش، شديها قوي. وقبلها لو تعملي سكراب يبقى افضل علشان شفايفك تكون ناعمه. دلوقتي انا فرشت الجليتر في كل حته على الشفايف. نبدا واللون بقى شفاف بسرعه اهو، لان طبعا انا ما بحطش طبقه تخينه من الجلو. ما تحطوش طبقه تخينه من الجلو علشان برضو ما يكلكعش وما يفرولش معاكي. لو حسيتي ان انت الجليتر طلع لبره اقلبي الفرشه هتلاقي زي فرشه كده من هنا، من دي هنا السبونج اللي احنا بنحط بيها. الناحيه التانية فيها فرشه ممكن تنفضي اي جليتر جه بره الشفايف، وما تنفخيش جنبه او تتنفسي جنبه بمناخيرك او حاجه لحسن يطير. ما عندناش تعويضات لاي حد يقلب الجليتر بتاعه. هقفل على بعض واتاكد. اوكي في حته هنا ملزقه سنه. اوكي وكده انا خلصت الجليتر ليبس. زي ما قلت لكم وانتوا بتحطوا الجلو اتاكدوا ان شفايفكم كده شدوها خالص علشان تبقى مفروده خالص عشان ما يكلكعش الجلو وانتي بتحطيه وما يفرولش برضو. اوكي انا كده خلصت الميك اب، بس اكيد ما نسيتش ان انا انسى الهايلايتر بتاعي. اوكي طبعا الجليتر هايلايت ده مش جلو هايلايت، ده جليتر هايلايت. فده من فانتي، ده بيبقى عامل زي الميه كده او حاجه مش عارفه اشرحها لكم. بحطه بصباعي علشان يبقى saturated قوي، زائد ان انا مفيش باودر في الحته دي فاقدر احط عادي بصباعي وادمج بكل سهوله
من غير ما ابوظ الميك اب. اوكي بس ارجع كل حاجه مكانها. دول هاخدهم معايا for just in case. باخد معايا الليب كيت معايا علشان ايه لو محتاجه اعمل اي تاتش ابس. على فكره الليب كيت بيجي معاه ليب لاينر نيود، بس انا بشرتي مش بيمشي معاه غير اللون ده شويه، بحس ان ده اظبط لي. قريب ممكن ابقى اغير الشيد اخليه زي ده. وكلها بحطهم مع بعض هنا. الليب لاينر اصلا صغنن كده قصير فبيخش جوه الليب كيت بوكس. So anyway هو لما انت بتشتري ما بيجيش معاه الليب كيت بوكس. لو اشتريتي رموش بتاخدي العلبه دي، لان دي علبه رموش اصلا، فاحنا بنعملها كليب كيت بوكس او علبه رموش. فلما بتشتري الرموش وبتشتري الليب كيت تقدري تستعملي علبه الرموش تحطي فيها الليب كيت بتاعتك وانت خارجه. So anyway فبيبقى فيها اللاينر، الليب لاينر بتاعك جوه معاكي وكل حاجه. الليب لاينر والجلو والجليتر كلهم في البوكس مع بعض، تحطيهم في شنطتك for just in case كلتي حاجه فيها زيت او حاجه، لان طبيعي اي حاجه فيها زيت هتشيل الجلو يعني، فاهمين ازاي؟ او هتخليه يبدا يفرول. انا بس هفك شعري لوحت ضهري. فكينا اوكي. سو الميك اب كده جاهز، الشعر جاهز بس على ان انا افك البانجز. اوكي دلوقتي انا فكيت كده شعري والميك اب زي ما انتم شايفين تحفه. كنت شايله هم قوي الحواجب هداريها ازاي وهرسمها ازاي، بس الحمد لله طلع شكلهم حلو. لونهم خفيف شويه ممكن في الكاميرا، بس على الحقيقه لونهم مش بطال يعني، فبس احسن من المنظر اللي فات اللي احنا بدأنا بيه. دلوقتي بس انا هزود الباودر تاني في المنطقه اللي في النص الوش دي، علشان السبراي بتاع الجلو ده بيدي جلو في كل حته في الوش، فرجع لي الجلو اللي في النص ده اللي بيخلي وشي كانه عرقان. فهو ده اللي انا هرجع اعمل له باودر تاني بشكل خفيف. اوكي سو انا كده الميك اب بتاعي فل شمعة منورة، بقيت جاهزة. طبعا وشي العيان اللي كنت طالعة بيه في بداية فرق جدا الحمد لله مع الميك اب. طبعا القشرة يمكن في التصوير مش باينة، بس هي باينة شوية على الحقيقة كأنها حباية، عارفين كأنها قشرة حباية، كأنها حباية عملت قشرة كده، فهي عاملة كده، بس احسن من الاول بكتير طبعا. اوكي دلوقتي عندي وقت شويه كده اقعد شويه مع البنات وبعدين هطلع البس، ولما هلبس بقى اطلع لكم بقى نلبس مع بعض بقى وافرجكم الفستان والاوتفيت وكل حاجه. بصوا البيجامه اللي انا لابساها. اوكي سو دلوقتي قبل ما اجيب الفستان وابدا اجهز هروح اغسل ايدي من اي رواسب ميك اب تكون على صوابعي وعلى ضفري عشان الفستان ما يتوسخش. طبعا انا بعمل الحركه دي قبل ما البس عامه يعني. سو هخش اغسل ايدي وارجع لكم. اوكي سو هو ده الفستان، بصوا قمر ازاي. طبعا مش هيبان دلوقتي الا في اللبس. ده من بورشا اند سكارلت. انتوا عارفين طبعا البراند دي انا دايما بحب البس منها. بورشا اند سكارلت دي براند امريكيه، بتصنع فساتين بقى افراح ومناسبات وبرام كل حاجه يعني. المهم فانتوا فاكرين حتى لبست من الفستان، فاكرين الفستان الريش بتاعي اللي كنت لابساه اللي هو اللي عليه لولي كده، عليه بيرلز وعليه ريش من تحت اللي بعمل بيه كده، فاكرين الفستان ده؟ فهو نفس المكان. وبرده هو نفس الفستان اللي كنت لابساه اللي هو الرصاصي اللي من تحت فرو كده. هحط لكم سنيبتس منهم، دايما بحب البس من عندهم، بقالي سنين بشتري من عندهم، تحفه. فحاليا عندي الفستان الاسود ده فحبيت ان انا البسه لانه بقى ريد كاربت وكده، فهينور قوي على الريد كاربت، هيبقى تحفه. كنت حابه احط روج احمر مع الفستان ده على اساس بقى بلاك دريس وكده وريد ليبس، بس مش عارفه ليه ما حطيتش. يلا بقى معلش ايفنت تاني بقى. هلبس الفستان وارجع لكم. هو ده الفستان اللي اتضيق على فكره، وزي ما قلت لكم انا ضيقته. مشكلتي بقى لما بدوس عليه بقطع الريش اللي فيه. ضيقته من هنا لان هو ظهر مفتوح، هي الحته اللي ورا هنا اللي عامله زي الجوب دي كانت واسعه على منطقه الوسط بتاعي، فلما ضيقتها بس لغايه هنا، من هنا لهنا
يعني دي مكان اخر السوسته ودي اخر اول السوسته. المفروض كنت اضيقها كمان لغايه ورا هنا لان بقت الحته دي واسعه فبقت عامله زي قبه كده. المهم هلبسه لكم بس دلوقتي وارجع. انا مركبه اظافر من كيس اللي هما اومبري وفيهم جليتر زي ما انتم شايفين كده تحفه. ركبتهم امبارح بالليل قبل ما انام، مش قبل ما انام، لا قبل ما انامش، لما سهرتني الليله كلها دميانه فكنت مركباهم قبلها. بصوا بقى يا وزاويز الفستان. استنى انا لسه لابسه الشراب. ده هو الفستان زي ما انتم شايفين عامل زي عروسة البحر كده وريش من تحت وكله شغل وهو شفاف في الحتة دي وفيه زي كورست عظم كده والجوب من هنا عاملة زي هي كده وبعدين نازلة على شفاف فتحفة. الظهر لسه هخلي ما اشوف لي حل في دول، معرفش هتخفيهم لي ازاي، انا مش عايزاهم. الخط اللي في الورا دي معرفش ممكن تحطهم لي فين، لو تدخلهم لي جوه الفستان او حاجه. زي ما انتم شايفين دي الشوز اللي انا هلبسها برضو نفس فكره الفستان كده شفافه من الجناب ومن قدام الشفافه. ودي الشنطه حبيتها برضو تكون سودا مش حاجه تكسر اللوك. انا عارفه ان انتوا كنتوا عايزين هتقولوا لي مثلا البسي حاجه تكسر اللوك او حاجه، بس انا فضلت انه يبقى نفس اللون ونفس النقشه كده. البرفيوم بقى اللي انا هحطها البرفيوم دي من جورجيو ارماني اللي هي سي، تحفه. I love this perfume. الهير برفيوم دي من جيزو، ده زي برفيوم الشعر كده. هير اويل من جيزو هحطه بس على الاطراف كده علشان يديله سنه لمعان اكتر. اوريدي لوحده بيلمع بس سنه بس عايزه زياده. هي بامبايه واحده كفايه بس علشان لو في اي هيشان او اي حاجه. شايفين كده حلو قوي. هتقولوا لي ليه ما احطش بودي ميك اب؟ بكره البودي ميك اب، فرحي نفسه ما حطيتهوش. الحمد لله جسمي مش محتاج، اقول لهم جسمي مش محتاج ان انا احط عليه اي حاجه. كنت عايزه البس كعب اطول من كده بس ده عجبني علشان هو نفس ستايل الفستان. اوكي. مشكلتي في الفساتين الطويله مشكلتي في الفساتين الطويله ان انا بخاف ادوس على طرف الفستان ويخش الكعب جوه الفستان. حصلت معايا على فكره كذا مره ان انا ادوس على الفستان وانا ماشيه ويقوم يتقطع. وده كمان ديله طويل، استنوا امشي بشويه عشان يرجع الديل لورا. اوكي مش عارفه انا هفضل ماشيه وانا ماسكالي يعني طويل سنه وداخل على رجلي. تعالوا نعمل الشنطه. طبعا هاخد الجليتر ليب كيت بتاعي الباودر الكومباكت باودر. اوكي وهاخد سبونج علشان الباودر. الفرشة مش هتدخل في الشنطة so yeah that's it. هاخد بس الفرشة دي just in case اي تظبيط او اي حاجة. الميني برفيوم دي من فالنتينو. وبكده اكون انا جهزت. عجبني قوي الدرس بس ما بحبش ان انا اكون مقيدة، انا مش عارفة امشي قدام طويلة. المفروض بقى وانا لما وديته الخياط اخليهم يقصروا لي شويه من قدام بس يلا. موزه مش كده؟ Friend Charles is like now listen, we're not trying to freak you out, we just want you to know you have an alternative fan base you might not be aware of. We love you, we support you, we just want you to acknowledge us. Things first. The
best law to go on. Al Nahyan has emphasized the UAE's deep respect. From Starfish. I need to back away. أنا وصلت الإيفنت بس لسه ما دخلناش القاعة، فأنا قاعدة برا بشرب ماي جوس. The fact of the matter is, ladies and gentlemen, life continues, work continues, and so do mosque celebrations. But we're sort of caught in a bind where we know that our hearts are also heavy and minds distracted by the news of what is going on regionally. A minute of silence to mark the suffering of innocence that's going on. So we'll just take a minute of silence. The hustle must continue, and that life does go on. So as you can see, before I slightly different than this, I'm not going to do bronze, silver, gold. I'm just going to announce the creative winners. Mariam, come up, congratulations. For my next category, it's the best use of Instagram. I've got a whole host of winners. And what I think would be really cool, wonderful people, beautiful content, the new wave of inspiration and creativity that is taking conventional media by storm. What a gathering of wonderful people. Magnificently done. Ladies and gentlemen, your new generation of content creators. Hold on. For the best use of Snapchat, here are your winners. مريم So, مريم شمسة بابا هذا شو صارت عم صور عهدي. Mariam, I should just have kept you on stage. We would have stopped all the walking. Are you in heels? Okay, no, she's fine. She's a professional, Mariam is. And here's Nadine back as well. Well done.
Hola Mariam, I am so proud of you. I want to tell you today that I am very proud of you. Congratulations on your awards. It's all fruit of your efforts. Keep going, keep up the good work. I'm so proud of you. I love you. Take care. This is my report. I need a close up to the dress from down to up.